جوزي بيقول لي يا موكوسه كل يوم تصرفي لك 300 400 جنيه على بطنك انت وعيالك. قلت له ليه يا راجل حرام عليك بتظلمني ليه؟ قال لي امال ايه اللي انت عاملاه ده كله؟ قلت له ده كل اللي عاملاه ده كله بربع كيلو لحمه، اتقي الله فيا انا والعيال. قال لي يعني ربع كيلو لحمه تعملي منه مكرونه بشاميل وجلاش وعامله الوليمه دي كلها؟ ده انت خربتي بيتي. قلت له يا عم اتقي الله فيا، بقول لكم ايه يا بنات، ما تصلوا على سيدنا النبي كده وسموا بسم الله وادخلوا على الفيديو شوف انا عملت ايه بالربع كيلو لحمه اللي كان حزيننا ده كان يوم ما يعلم به غير ربنا. جبت نص كيلو بصل، كان حتى البصل حزين وغالي ب 12 جنيه الكيلو جايباه. جبت نص كيلو قلت حلوه اي حاجه. المهم حطيت عليه معلقه سمنه بلدي حلوه كده، زبده صفراء، عسل يا ولاد، ب 200 جنيه الكيلو. ما هو عشان كده عمال قلت خربه بيتي يعني انا جايبه ربع كيلو لحمه واجيب كيلو زبده ب 200 جنيه؟ ده كان عندي طبعا. المهم البصله دبلت معايا، نزلت عليها يا عيال بحته ليا. لازم تدلعي الكلام كده، ايوه ما يبقاش كلام على الفاضي. المهم خليتها برضو تاخد لها لفه اتنين تلاته مع بعض ودماغي شغاله. طب انا نص كيلو البصل برضو هيكفي المكرونه بشاميل والجلاش اللي انا هعمله؟ برضو التفكير تعبني، قلت لا مفيش الله، هي الحته دي هي اللي هتظبط الكلام. جبت جزرايه بشرتها كده زي ما انتم شايفين، حابين تقطعوها مربعات، مكسرات، كاروهات، زي ما انتم عاوزين. انا هنا بشرتها يا عيال. وكمان نزلت عليها بحبايه طماطميه يعني صغيره تطعم، بس عارفين يعني الطعم تخلي الحاجه حلوه، مش هنكتر طماطم. المهم كمان نزلت ببهاراتي وظبطت الكلام. بهاراتي بهارات عاديه، اما اشوف الماسنجر اللي موريني المرار كل ما اقفله ابص عمال يجي لي اشعار استنوا يا عيال وهرجع لكم تاني. رحت هزقتهم في قلب الجروب وجيت لكم. المهم نزلت بقرنين فلفل، وصلنا لحد الفلفل اهو يا عيال. المهم وقلت ايه اديله تتبيله حلوه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان الفلفل ده طبعا بيخلي ريحه المكرونه او الجلاش بصوا متعه كده. المهم عمال اروح واجي، رحت مطلعه ربع كيلو اللحمه الحزين اللي فضحنا النهارده. ايوه، ورحت حاطاه فين؟ في قلب البصله بتاعتي مع الجزر مع كل، الحمد لله البصله ما اتحرقتش يا عيال. المهم تاني بقى ايه، اقلب 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 يمين وشمال يا جماله. المهم خلاص اتظبط الكلام. برضو نزلت بشويه فلفل اسود عشان ريحه اللحمه وكده، بس لحمه حلوه يعني ما تقلقوش يا عيال. ايوه ظبطت الكلام. هعمل ايه تاني؟ طب يا قمر اروح اعمل البشاميل. انا اعمل البشاميل، نركن اللحمه دي على جنب ونعمل البشاميل بتاعنا. ما انا قلت لكم بقى النهارده انا مروقه عليهم. رحت جايبه معلقتين سمنه حلوين كده، برضو سمنه بلدي ما تقلقوش. ايوه انا بالشغل كله بالبلد، واللي في امكانياتكم يا عيال، اللي بصوا اللي في امكانياتكم. ما هو سمنه بلدي ببقى حاطه عليها كيلو زيت، يعني احنا ما بندخلش السمنه التانية، بنحط قصادها زيت. الزيت احسن من السمنه النباتي. المهم جبت كيس اللي هو يا اختي اللي بتاع البشاميل اللي عيال بيقولوا يا ماما اعملوهن، ده بيبقى من جواه الجبن ومش عارفه ايه، وانا عماله الف ولا يا اختي ده تراب ده اللي فيه. قالوا يا ماما دوت فيه فيه يا عيال فيه البهارات بتاعته، هي اللي كده. المهم مع معلقتين سمنه حلوين كده، ورحت نازله عليهم بربع كيلو لبن، ورحت مقلباهم. وكان عندي برضو كوبايه شوربه كده عيناها في كيس وحطيتها عليهم. قلت اظبط الكلام عشان الطعم يبقى ايه حلو. وتاني اقلب في البشاميل. طبعا كلكم ستات بيوت وشاطرين، مش بكتر الدقيق يا بنات ولا بكتر الكلام ده كله عشان ما بقاش تقيل عليكم، يعني كل ما يكون خفيف يكون احسن. حابه تحطي حته جبنه رومي براحه، انا خايفه من الراجل يولع فيا. جبت يا ستي نص كيلو مكرونه حزين، قلبت طبعا في البشاميل. كلكم ستات بيوت وشاطرين، كل شغل الكلمه دي ستات بيته زي الفل. المهم دهنت الصينيه شويه بشاميل، وبعد كده ايه نزلت بنص اللحمه ورحت ظابطه الكلام زي ما انتم شايفين. مصلي على النبي يا اولاد، ده ربع كيلو لحمه، هو عايزين ايه تاني؟ المهم ظبطت الكلام والنبي حلو اهو كتير. سامعين؟ حرام عليكم ارحموني من الماسنجر، مش هقفل تاني. المهم قلبت المكرونه بتاعته وحطيت عليها كمان اهو البشاميل الفايض. وتعالوا ندخلها على الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. بس قبل بقى ما تدخلها على الفرن تعالى ما اقولك تكايه حلوه. التكايه الحلوه ايه؟ استنوا بس نفردها من فوق عشان اقول لكم التكايه الحلوه اللي هتخلي ريحه البشاميل متعه كده. هاتي بقى معلقه زبده. في انا غير ما انا مسيحه السمنه بتاعته وحط عليها كيلو الزبده، مثلا حط عليه نص كيلو زيت. انا في برضو جزء عيناه لوحده من غير زيت بحب استعمله في طشه التومه
وبحب استعمله في البيضة، بحب استعمله يعني حاجات معينة. انا بدهن بقى الوش بتاع البشاميل عندي بايه، بسمنة بلدي كده، بيبقى بصوا ريحتها يعني متعة. جربوها يا عيال، ولا تحطوا بيض ولا تحطوا مرار طافح من اللي انتوا بتحطوه. طبعا احنا دخلنا فين هنا يا عيال؟ دخلنا في المكرونة البشاميل. شايفين؟ طب والنبي فيه بركة والله العظيم، ربنا مبارك فيه يا ولاد. شايفين الجمال؟ الله أكبر عليك يا بنتي يا قمر، أستاذة يا جماعة، أستاذة. بصي بقى، لو عندك شوية زيتون دلعي الكلام، أنا خفت أدلع الكلام، الكلام يجي في حتة تاني. المهم ظبطت الكلام كده زي ما انتم شايفين. والله ما شاء الله، والله البركة حلوة يا ولاد. المهم سموا بسم الله، وبركة بسم الله دي هتملى لكم البيت ايه بركة. تعالوا شوفوا كده الجمال، الصلاة على النبي عليك يا قمر. ده ايه ده؟ أستاذة يا ناس، أحلى شيف. بصوا ولا تقولوا كاني ولا ماني، الشكل أنا عايزة أخلي الفيديو كله على الشكل ده. ايه رأيكم يا عيال؟ طب والله عسل. وبص هو كان نص كيلو لحمة والله، ولكن ربنا مبارك فيه. احنا في رمضان مش بناكل يا عيال، يعني مش تروحي بقى تبزري من هنا وتروحي هنا وتيجي هنا. يا بنتي وانت بتصبري المواعين ما تخبطيش قوي، عايزة اسجل. مش تبزري وتعملي ده وتعملي ده وتعملي ده، في الاخر بترميه. اتقي الله في بيتك وفي عيالك وفي جوزك. اقل الامكانيات ومشي بيها نفسك. شايفين؟ والله العظيم استاذة. المهم هنا ظبطت الكلام في الست اسمها ايه، ست الجلاش. يلا خلي العيال تاكل، خلي الغلابة تاكل يا ولاد. طبعا برضو بدهنها بالحته السمنة كده من فوق. انت بقى براحتك، انا بحب اللون يبقى غامق شوية كده. يعني البشاميل والجلاش كان لونه بصوا زي ما انتم شايفين. هتقولي عملت ايه عصاير يا قمر؟ انا بقول لك اللي موجود عندي. انا ممكن ما يكونش عندي حاجه اعملها عصير في البيت، ابعت الواد يجيب ب5 جنيه خروب ب10 جنيه زي ما تيجي. شايفين؟ الصلاه على الصلاه، الصلاه على النبي يا ولاد. المهم زقت صينيه اسمه ايه ده، الجلاش، وجبت بضايه في قلب كوبايه لبن وحبه فلفل اسود، ورحت برضو ظابطه الكلام وقلبتهم مع بعض. خليت الصينيه خدت وش على خفيف كده. احنا ما بنحبهاش مقرمشه قوي ولا بنحبها طريه قوي كده. ورحت دلقه عليها كوبايه اللبن بالبيضه، ورحت دخلتها على الفرن على طول، بس بدون شوايه. المره دي بدون شوايه عشان وشها ما شاء الله عليه مش محتاج شوايات. واظبطي الكلام كده وخليكي استاذه ببيتك، ووفري ودبري يا اختي. كل اللي راح واللي جاي واخداه على بطنك. ارحمي نفسك انت ايوه لمي نفسك. شايفه الجمال؟ طب والنبي عسل. واستاذ وربع كيلو لحمه وهيص الدنيا، وما تقوليش في لحمه، والله العظيم كان في لحمه وكان عسل، كان عسل العسلات. والجمال اللي انتوا شايفينه، والليمون المعصفر اللي انا بعمله طبعا عملته عندكم على القناه، يا رب تشوفوه. هتلاقوا عندكم على المنتدى برضه. تمام؟ يعني انتوا لو هتنزلوا تحت مش مهم، اطلعوا فوق، خليكم في القناه نفسها بس خشوا على المنتدى هتلاقوه. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه. طبعا هنا مش محتاجه كلام. جوزي بقى اما عرف بقى عمل ايه، قال لي لا ده انت استاذ. ايوه ده قمر مدلعاني يا ناس. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف ايه السفرة البلدي البسيطة بتاعتنا يا عيال. الله اكبر على الجمال. بص بقلل الامكانيات، وانا والنبي لو عملت شويه فول بقوطه هتتقضى. لو عملت حته جبن قريش بطماطمايه وحمرت شويه بطاطس هتتقضى. المعده دي مش بتشكر. واقول لكم سلام عليكم يا ولاد، ويا رب الفيديو عجبكم. انتوا ما حطيتوش لايك، حطوا لايك يا ولاد.